النهارده هنتكلم عن علاج حالات الإجهاض المتكرر اللي بيكون حاصل نتيجة اتساع عنق الرحم، وده نوع من أنواع الإجهاض المتكرر اللي بيحصل غالبا في الثلاث شهور الوسطى من الحمل، يعني الشهر الرابع والخامس والسادس. اتساع عنق الرحم ده بنشخصه قبل الحمل عن طريق المنظار الرحم التشخيصي، والتنبؤ بحدوث اتساع لعنق الرحم أثناء الحمل بيكون عن طريق عمل سيرفايكال دايمنشن أو قياس لأبعاد عنق الرحم أثناء الحمل، وده بنقيسه في الشهر الرابع في الأسبوع ال 14. في الحالات اللي تم تشخيصها بالفعل بيكون العلاج هو عمل ربط العنق الرحم أثناء الحمل في الشهر الرابع، غالبا بنعمله في الأسبوع ال 14، وده بيكون إجراء وقائي من إنه يحصل إجهاض متكرر أو يحصل ولادة مبكرة، خصوصا لو في هيستوري أو تاريخ قبل كده بإجهاضات متتالية متكررة في الثلاث شهور الوسطى من الحمل أو ولادات مبكرة، والحمل بيكمل في معظم الحالات. وطبعا بيتم عمل فك للربط أثناء الولادة. شكرا ليكم، اشوفكم على خير إن شاء الله، دمتم بخير.